السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة نعمل أسهل وصفة كب كيك. بصوا الشوكولاتة دايبة ازاي كده، وبصوا كده الفانيليا جوا الشوكولاتة عاملة ازاي، وبصوا الكب كيك وجماله هش ومرتفع وجميل بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك أي وقت. بصوا الجمال والحلاوة. وهندخله الفرن بالظبط هي ربع ساعة، مش هيقعد أكتر من كده. يا خرابي على الجمال والحلاوة، بصوا منظره بس. 3 بيضات، هحط عليهم كوبايتين سكر، كوباية وهحطها الكوباية التانية. بعد كده بقى احط كيسين فانيليا، اتأكد بس ان كلهم نزلوا. نص كوباية زيت على سمنة. ابدأ ان انا اقفل الخلاط واضربهم كويس جدا كده مع بعض، وبعد كده اسيبه يتضرب. اجهز عندي طبعا 3 كوبايات دقيق عليهم كيس بيكنج باودر، واضيف كوباية لبن على الخليط، واحط بقى كله على بعضه. افضل اضرب في الخليط لحد ما الاقيه كده ما فيهوش اي حاجة خالص وما فيهوش اي فقاقيع، ويكون كله سايل وقوامه زي ما انتم شايفين. اكون جهزت قوالب الكب كيك، وانا عندي ديسبنسر بعمل بيه، وحطيت كده ورق الكب كيك، وزي ما انتم شايفين بقيت انزل في كل واحدة بالظبط الكمية كده لحد النص، عشان لما تترفع ما تترفعش قوي معايا، يعني ما تطلعش بره الورقة قوي زي ما انتوا شايفين كده. وخلصت الكمية كلها ما شاء الله. الكمية اللي احنا عملناها دي عملت معايا 30 واحدة. ونحط من فوق شوكليت شيبس كده زي ما انتوا شايفين. سبت حبة من المقدار، حطيت عليهم 4 معالق كاكاو زي ما انتوا شايفين كده، وبالظبط نص كوباية لبن عشان انها تبقى سهلة معايا وانا بقلبها، وحطيت شوية شوكليت شيبس عليها. بعد كده طبعا بدأت احطها تاني في القوالب زي ما انتوا شايفين. احنا دي مش هنحتاج نحط على وشها شوكليت شيبس لان احنا حطينا من جواها. وهدخلها الفرن بالظبط ربع ساعة. وبعد ربع ساعة بص عليها، لو لقيتيها من فوق محتاجة تحمر شوية يبقى شغلي لها الشواية. وبس كده خلصنا اسهل كب كيك تعمليها بالظبط في نص ساعة. ربع ساعة تحضير، واقل كمان من ربع ساعة، وربع ساعة في الفرن، وبالهنا والشفا. دفي نفسك وفرحي نفسك وفرحي اولادك اخواتك اي حد. بصوا كده الفانيليا الشوكليت شيبس جواها عاملة ازاي يا خرابي، ولو شميتوا ريحتها وبصوا هشة وجميلة ازاي، رهيبة بجد. بصوا بقى الشوكولاتة والشوكولات شيبس دايبة جوه كده، يا خرابي لو دقتوا بقى طعمها وجربتوها. والف هنا وشفا، ومتنسوش بقى اللايك.